السلام عليكم. اهلا وسهلا بحضراتكم. هنتكلم في الفيديو عن المسار الثاني او العنصر الثاني اللي بيكون عناصر تربية الاغنام. طبعا عناصر تربية الاغنام او مشروع تربية الاغنام قايم على 3 عناصر. العنصر الاولاني اللي هو التسكين والمكان اللي بيعيش فيه الحيوان، واتكلمنا في فيديوهات سابقة عن الشروط والمواصفات اللي لازم تكون متوفرة في المكان اللي هيعيش فيه الخروف. والحلقة ديت هنتكلم عن التغذية، وإن شاء الله في الحلقات اللي جاية هنتكلم عن المسار الثالث وهو مسار الرعاية البيطرية، ونتكلم عن كافة الأمراض اللي بتواجه المربي وبتصيب الحيوان أثناء دورة التسمين. الحلقة ديت هنتكلم فيها عن التغذية والأهداف أو الهدف الأساسي من التغذية والاحتياجات الغذائية اللي بيحتاجها الحيوان أثناء دورة التسمين، من بداية دورة التسمين إلى حد البيع أو إلى نهاية دورة التسمين أو إلى وزن البيع. طبعا الهدف من تسمين أي حيوان أو تغذية أي حيوان 3 أهداف. الهدف الأولاني اللي احنا على أساسه بنغذي الحيوان إن احنا نوصل لأعلى معدلات تحويل، يعني بنستهدف زيادة الإنتاج. ده الهدف الأولاني. الهدف الثاني اللي احنا من خلاله بنغذي الحيوان ونهتم بالعلفة بتاعته ان احنا بنرفع مناعة الحيوان ونحافظ على صحته. ده الهدف الثاني المفروض تحققه التغذية. الهدف الثالث المفروض تحققه التغذية ان الحيوان نحسن كفاءته التناسلية سواء ذكر او اناث. يعني احنا بنغذي ونهتم بالتغذية وندي الحيوان احتياجاته الغذائية عشان نحقق ال3 أهداف دول، ان احنا نرفع الانتاج ونحسن كفاءة الانتاج سواء لحم او لبن. والعنصر الثاني او الهدف الثاني اللي احنا بنحققه من وراء التغذية ان احنا بنحسن الكفاءة التناسلية للحيوان سواء ذكر او انثى. الهدف الثالث ان احنا نرفع مناعة الحيوان علشان يواجه اي امراض موجودة في الجو او موجودة في المكان اللي يعيش فيه، وبالتالي نحافظ على صحة الحيوان. طبعا الحلقة ديت هنتكلم بالتفصيل عن المراحل الوزنية اللي بيمر بيها الحيوان واحتياجات كل مرحلة وزنية للحيوان من بروتين وطاقة وأملاح معدنية وفيتامينات. فاحنا عندنا في تربية الخرفان بنقسمها إلى 3 مراحل وزنية. المرحلة الوزنية الأولى بتبقى من وزن 10 كيلو إلى وزن 20 كيلو، والمرحلة الثانية بتبقى من وزن 20 كيلو إلى وزن 30 كيلو، والمرحلة الثالثة بتبقى من وزن 30 كيلو إلى وزن البيع أو إلى نهاية دورة التسمين. فطبعا المرحلة الأولانية بيكون الحيوان فيها صغير ولسه عايزين نبني شاسيه بتاع الحيوان، ونبقى عايزين نكون لحم ونبني أنسجة، فبنزود نسبة البروتين في العلفة بتاعتنا. فاحتياجات الحيوان من البروتين في أول مرحلة اللي هي وزن 10 كيلو لحد 20 كيلو بنبني جسم الحيوان بالكامل، فبنزود البروتين ونقلل الطاقة. فاحتياجاته في العلفة ديت بتبقى طبعا العلفة بتاعتنا بيبقى فيها مجموعة من الخامات. طبعا في خامات بتبقى مصادر طاقة، وفي خامات بتبقى مصادر بروتين، وفي خامات بتبقى مصادر للألياف. طبعا في مصادر الخامات مصادر الطاقة بتبقى الذرة الصفراء أو الشعير أو القمح أو البلح. ديت الخامات مصادر الطاقة في العلفة بتاعتنا. والخامات مصادر البروتين بتبقى عبارة عن أي نوع من أنواع الأكساب. فاحنا عندنا كزب فول الصويا دلوقتي بيعتبر غالي، فليه بدايل كتير. يعتبر كزب بذرة الكتان بديل للصويا، وكزب بذرة القطن بيعتبر برضه بديل للصويا. وعندنا كسر الفول البلدي، وعندنا كزب عباد الشمس، وكزب بذرة السمسم. ديت الخامات مصادر الأكساب. طبعا بناخد من خامات المصادر الطاقة وخامات مصادر بروتين. وعندنا برضو النقطة الثالثة اللي هي الخامات مصادر الألياف. عندنا الردة وقشر الفول البلدي. فبناخد
من الخامات ديت ونخلط ونعمل تركيبة تتناسب مع عمر الحيوان. وطبعا عندنا حلقات اتكلمنا فيها عن كيفية تكوين خلطات نسب بروتينها مختلفة، والحلقات ديت موجودة على قناة اليوتيوب العمق مع أحمد الجندي. طبعا ديت بالنسبة للمرحلة الأولانية اللي هي من وزن 10 كيلو لحد 20 كيلو. طبعا كل ما الحيوان بينتقل من مرحلة وزنية أقل لمرحلة وزنية أعلى احتياجاته من البروتين بتقل والطاقة بتزيد. فهي نفس الخامات مصادر الطاقة، والخامات مصادر البروتين، والخامات مصادر الألياف، بس بنقلل الخامات اللي هي مصدر بروتين ونزود في الخامات اللي هي مصادر الطاقة علشان نقل بالبروتين شوية ونعلى بالطاقة. وفي المرحلة ديت من العمر الحيوان بيبقى احتياجاته من الطاقة قليلة، ومن من البروتين قليلة، ومن الطاقة بتزيد. وفي المرحلة دي من عمر الحيوان بتبقى احتياجاته من الطاقة بتزيد ومن البروتين بتقل. فاحنا عندنا نموذج دلوقتي لمجموعة خرفان في المرحلة الوزنية من 15. فاحنا عندنا دلوقتي في المزرعة نموذج لخرفان. فاحنا عندنا دلوقتي في المزرعة نموذج لمجموعة خرفان تعتبر واقعة في المرحلة الثانية اللي هي أوزان من 20 ل 30 كيلو. فطبعا احتياجاتهم من الطاقة بتزيد ومن البروتين بتقل. وبعد ما الحيوان يوصل معانا ل وزن 20 كيلو ينتقل للمرحلة الوزنية الثالثة اللي هي من 20. لا، بعد ما الحيوان يوصل معانا لوزن 30 كيلو ينتقل من المرحلة الثانية اللي هي من وزن 20 ل 30 إلى المرحلة الثالثة اللي هي من 30 إلى وزن البيع. وفي المرحلة دي برضه الحيوان بتبدأ احتياجاته من البروتين بتقل والطاقة بتزيد، لأن احنا اتفقنا في الأول إن كل ما الحيوان يتقدم في العمر وينتقل من مرحلة وزنية أقل لمرحلة وزنية أعلى احتياجاته من الطاقة بتزيد ومن البروتين بتقل. ووضحت لحضراتكم الخامات اللي موجودة اللي تعتبر مصادر للبروتين، والخامات اللي تعتبر مصادر للطاقة، والخامات اللي تعتبر مصادر للألياف. طبعا عندنا استهلاك الخروف للعلف المركز على مدار مدة دورة التسمين متوسط كيلو علف، لأن الحيوان بيخش على وزن 15 أو 17 كيلو بداية دورة التسمين احتياجاته من العلف المركز 2.5% من وزنه قايم، يعني تقريبا نص كيلو. وعلى وزن 50 كيلو هيبقى 2.5% من وزنه قايم، هيبقى تقريبا كيلو وربع أو كيلو ونص. فلو جمعنا النص كيلو اللي هم بداية دورة التسمين واستهلاكه للعلف بداية دورة التسمين، والكيلو ونص اللي هو استهلاكه في نهاية دورة التسمين للعلف المركز، وقسمناهم وخدنا المتوسط بتاعهم، هيطلع استهلاك الخروف للعلف المركز على مدار دورة التسمين كيلو علف. ده بالنسبة للعلف المركز. طبعا الخروف برضه بيحتاج أثناء دورة التسمين إلى علف مالئ أو مادة مالئة بناخدها من الأدبان. أي نوع تبن متوفر عند حضرتك ده يعتبر مادة مالئة، سواء تبن فاصوليا أو تبن برسيم أو تبن برسيم حجازي أو تبن فول بلدي أو تبن قش رز. دي تعتبر أدبان وبتعتبر مادة مالئة، فالحيوان بيحتاج منها 1% من وزنه قايم. فاحنا نشوف وزن الحيوان في المرحلة العمرية والوزنية اللي هو بيمر بيها قد إيه، وندي للحيوان 1% من وزنه قايم علف مالئ أو مادة مالئة. طبعا الحلقة اللي جاية إن شاء الله هنتكلم على المسار الثالث وهو مسار الرعاية البيطرية، ونتكلم عن كافة المشاكل اللي بتواجه الحيوان أثناء دورة التسمين من أول ما بنستقبل الحيوان لحد ما بيخرج وبنبيعه. وفي نهاية الفيديو أحب أشكر حضراتكم، ويسعدني ويشرفني متابعتكم.